سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. حنوجد معاكم لامونه بطريقه اقتصاديه سهله، ووصفه راهي ناجحه 100%. نقول لكم غير جربوها، على بالي حتعجبكم، هكا تفكروا ريحه الزمان. المهم نقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر. نبداو بسم الله بطريقه التحضير. واش نسحق؟ حكمت هنايا الغيسيبيون تاعي، راح نحط فيه كاس تاع حليب دافي، راح نضيف له نص كاس تاع زيت. هنا الكاس اللي مولفه نخدم به يرفد 220 مليلتر. زدت له 4 كاس تاع مزهر. رايح نضيف له نص كاس تاع سكر عادي. هنا راح نحط كلش، من بعد نجي نخلط. رايح نضيف لهم حبه تاع بيض تكون بدرجه حراره الغرفه. نزيد لهم كميه تاع ملح باش ما تجيش صامطه هاد لامونه، ونضيف لهم مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. وهنا واش ندير؟ حنحكم الفوي ديالي ونبقى نحرك مليح حتى نتاكد باللي تخلطت هذيك الخميره مع كامل هاد المكونات. الوصفه هذه راهي وصفه ناجحه. راح لامونه دي حنحشيها بواحد الكريمه بزاف بلينه، بلا شونتيي بلا بيض، تجي روعه. كملوا الفيديو حتى الاخر. هنا شوفوا كيفاش راني نخلط مليح. واش نجي ندير دوكا؟ رايحه نضيف مغرفه كبيره تاع لافاني، خليتها هي الاخرانيه كامل، ونواصل الخلط بنفس الطريقه. ودوكا نجي نطم بالفارينه. نبدا بسم الله. عندي الكاس الاول، رايحه نضيف الكاس الثاني، ونزيد الكاس الثالث، ونجي نضيف فوقهم كيس تاع خميره كيميائيه. عفوا راح ندير نص كيس برك، يعني حندير 5 غرام. هاليك هنا كنت غربلتها وحطيتها يتبان لكم، اني نسيت قربت الغيسيبيون باش تبان لكم مليح. ونجي نطم باليد بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش هنا راهو العجينه راهي طريه بالبزاف. رايحه نزيد كاس واحد اخر، يعني 4 كيسان. وهذه الكميه راح تخرج لكم زوج لامونات، يعني زوج خبزات. هنا كنت نسيت خليت التليفون هكا وراه يمشي برك في الفيد. هنا نكمل نخلط ونجي نضيف الكاس الرابع. كنت درته او ما بانش، وهذا ما بانش، ما كنتش صورت. وهنا الكاس الخامس راني نديرو تدريجيا. المهم كملت كامل الكاس الخامس. هنا نجي نطم كامل العجينه ديالي، لميتها ب5 كيسان. وهاي ليك العجينه والقوام ديالها. هنا رحت لي بك اون بارتي من لا فيديو تاع كي درت الكاس الرابع. هنا نجي نعجنها عجنه خفيفه برك هكا، ونحطها تتخمر. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها تكون عجينه طريه. قلت لكم لميتها ب5 كيسان تاع فارينه. هاي ليك رايحه نرجعها لغيسيبيون، نغطي عليها ونخليها تتخمر. من جهه واحده اخرى هي راهي تخمر، من جهه واحده اخرى نحكم كاسرونه نروح نوجد الكريمه. رايحه ندير فيها 2 كيسان تاع حليب. راح نضيف فوقهم 5 مغارف كبار تاع سكر عادي، ونزيد 3 مغارف كبار تاع مايزينا، ونجي نحرك مليح. وقبل ما نحطها فوق النار نزيد لهم مغرفه تاع لافاني، ونخلط بهذه الطريقه فوق الفرن. شوفوا حتى تعقد الكريمه ديالي. هنا لا ضعفتوا الكميات، ضعفوا كميه الكريمه. ها هنا درت كميه قليله. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، يتقطع يجي عاقد. كي تشوفوا بقاو حركوا فوق النار، كي تشوفوها عقدت خلاص طفوا عليها. وهنا خليتها يا ربي 5 دقائق برك كيما كنت نوري لكم. وجيت حطيتها هنايا في البول تاع الشوربه، كحطوها في كاش حاجه، وغطوا عليها بكيس بلاستيكي. هنا راح نغطيها بكيس بلاستيكي يكون لازم يلامس الكريمه هذيك هكا كيما راكم تشوفون. ونخليه حتى يبرد مليح ونرجع عليه. هنا البنات خليت هذيك الكريمه تريح، ونجي دوكا العجينه ديالي خليتها تخمر 20 دقيقه. نتوما كل وحده وعلى حساب درجه الحراره اللي تكون في الكوزينه ديالها. تم كاين اللي تكون سخانه بزاف، يعني 15 دقيقه برك وخلاص. دوكا واش راح ندير؟ حنكسر لها كامل تخمارها بهذه الطريقه. هنا حبيت نسرع شويه الفيديو باش ما تجيش طويله. هنا نكسر لها قلت لكم التخمار، نحي لها كامله ديك لي غاز اللي فيها. من بعد واش راح نجي ندير؟ راح نشكل حربوش هكا يكون بهذا الحجم، ونقسمه على زوج. هنا العجينه حكمت الموس قسمتها على زوج. دوك نتوما لكم حابين لامونه هذه تجيكم صغيره، ديروا العجينه قسموها هذه على 4، يعني هذه العجينه قسموها على 4. انا قسمتها على زوج، حدير لي زوج لامونات. واش راح ندير دوكا؟ شكلت هكا دوائر. راح نحط كيس بلاستيكي في سطح العامل، ونجي نحط عجينه وحده، ونبقى هكا بالكف تاع يدي ونعاون روحي بالحلال.
نفتحها على شكل دائري وما نرققهاش بزاف هكا بهذه الطريقه، ونعاود شغل نقرصها ونسقمها من الطرف باش الشكل تاعها يجي متحوف يجي مليح هكا. وبنفس الطريقه راح نخدم الثانيه. ومن بعد واش تجي دير نحطها هنايا في سنيوه كنت دهنتها بشويه زيت سمحولي، وراح نغطيها بطرشونه نخليها تزيد تخمر واحد 15 دقيقه باش ندخلها للفوق. يعني قبل ما ندخلها للفوق نخليها تخمر على البرا. نتوما من الاحسن ديروا ورق الطهي، انا ما كانش عندي درت دهنت بالزيت. ومن بعد من الفوق حكمت صفار بيضه وشويه تاع قهوه طايبه والبانسو ديالي وراني ندهنها من الفوق. وكنت سخنت الفور على 160 درجه نطيبها من تحت مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة على 160 درجة ونحمرها من الفوق. بنفس الطريقة هاي لك الخبزة الثانية خليتها تخمر على البرة 15 دقيقة دهنتها بصفار بيض وشوية قهوة الطيب من تحت قلت لكم من 10 دقائق حتى 15 دقيقة ونحمرهم من الفوق. اها مليك جاهزين طيبين ومحمرين من الفوق. دوكا واش راح نجي ندير؟ راح نجي نحكم الموس هذاك تاع المنشار، على بالي كامل بالك عندكم في الدار. نحكم هذاك الموس تاع المنشار ونجي نقسم اللامونه ديالي. راهي وصفه ناجحه هايله سورتو الكريمه. هنا شوفوا راه نقسمها بصح حتى تكون بردت، كي تكون بردت كامل باش نجي نقسمها باش ما تقعدش تكسر لكم ولا تفتت. هنا شوفوا قسمت الاولى راح نزيد نقسم الثانيه ونخليهم بجهه. من جهه واحده اخرى نروح لهذيك الكريمه هاي ليك نحي هذاك الكيس ونجي نقلبها في ريسيبيون واحد اخر. ها هي شوفوا هنا كيفاش شدت روحها مليح وبردت. لازم تكون بهذا القوام ما تخلوهاش هكاك طريه ولا. قلت لكم الكريمه هذه ما فيها ني شونتيي ني بيض ني حتى حاجه وتجيب بنينه هايله. بنتها شغل كيما ديك لاك خام اللي كنا نلقاوها بكري في لامونا. هنا راح نزيد مرصو صغير تاع المارغارين ونجي نضرب بالخلاط الكهربائي نضرب مليح حتى نتحصل على كريمه تكون طريه. حاجه سهله ديروها هكا لامونا شربوا بها قهوه وتفكروا ايامات الزمان. نشف انا كنت نشي الوحده 3000 كانت تباع 3000 الوحده. هاي ليك شوفوا الكريمه اللي تحصلت عليها. ما حبيتش نديرها في لابوش ادويل باسكو باسكو عندي كميه صغيره قلت تروح لي غير في هذيك لابوش. هكا حكمت هاد السباتول ودرت في الاولانيه هكا كيما شفتوا فرشت كامل الكريمه هذيك. درت طبقه نجي نحط وجهها من الفوق وراح نرشها بسكر ناعم سكر غلاس. الاولانيه درتها بسكر غلاس والثانيه هاي ليك رايحه نديرها بشويه تاع عسل من الفوق وشويه تاع الكاوكاو. هنا ما حاش نزرب لكم في الفيديو. هاي ليك حطيت كميه من الكريمه قلت لكم حبيتش نحطها في الكيس حلواني باش شغل ماشي الكميه تروح لي غير هكاك باسكو عندي كميه قليله تاع لا كريم. هنا نجي ندير كامل هكا بهذه الطريقه ونعاود نرجع غطاها من الفوق كيما نقولوا. راح نرجع هذا يوجهها هكاك من الفوق. هنا من الفوق تحبوا باش تمد لمعان تحبوا ديروا لها لا جولي ولا معجون ولا واش حبيتوا. انا ما كانش عندي لا جولي درت شويه تاع عسل هاي ليك. والعسل هذه بلا ما سخنتها باسكو كانت على البر يعني ما كانش في الثلاجه ولا ديجا هي راهي خفيفه. دهنتها مليح بالبانسو جيت رشيتها بشويه تاع كاوكاو محمص ومرحي شويه خشين هاوليك. والشكل النهائي تاع لامونات ديالي هامليك واجدين ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وصفه سهله اقتصاديه وتجيب بنينه هايله والذوق تاعها صدقوني كيما اللي تتباع سورتو هذيك الكريمه. هنا راح نقسم معكم مورسو باش تشوفوا كيفاش جات. كل ما نطيب حاجه نحب نوريلكم كيفاش جات من الداخل وانتم ما عليكم غير تجربوا وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وكل وحده شافت هذا الفيديو تقول لي والراي اللي عجبتها اكثر اللي بالكاوكاو ولا اللي بالسكر. ها هي شوفوا كيفاش جات عاليه هذيك الكريمه راهي باينه. وهنا لا مغرفه لا فرشيطه لا والو عضه. وتشوفوا كيفاش جات من الداخل روعه ما شاء الله. نتمنى نتوما تاني تجربوها وتخلوا لي رايكم. هاي لك الثانيه اللي فيها الكاوكاو.
كيف كيف جات تاني هايلة. ونكون هنا لحقت لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومنتير وبارطاج. سلام.